أذكركم إذن بلقائي الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية. يلتقي منتخب البوسنة والهرسك مع قطر وسويسرا كندا في توقيت نفسه عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ومع بداية الجولة الأخيرة كل مباريات الجولة الأخيرة في مختلف المجموعات ستلعب في توقيت واحد، مباراتان في توقيت واحد. مبدأ العدالة وعدم إعطاء أفضلية لأي منتخب على منتخب آخر كما جرت العادة في كأس العالم وكذلك في كأس أوروبا. أذكر بأن منتخبي كندا وسويسرا في المرتبتين الأولى والثانية ب4 نقاط لكليهما، منتخب البوسنة والهرسك وقطر في المرتبتين الثالثة والرابعة بنقطة وحيدة لكليهما بعد تعادل البوسنة في الجولة الأولى مع كندا وقطر مع سويسرا كذلك في الجولة الأولى، وبعد فوز كندا الكبير على قطر وفوز سويسرا على البوسنة في الجولة الثانية. هكذا تبدو الصورة في المجموعة الثانية لكأس العالم فيفا 2026. عبد العزيز، مع تجديد الثقة في لوبتيجي في الجولة الأخيرة، وانا لو كان رأيي الشخصي اتمنى بان لا يستمر مع المنتخب، لكن ايضا من الصعب ايجاد بديل بهذه السرعة في المباراة الأخيرة. بس تونس اللي سريعة في التغيير ما شاء الله، خلصوا العقد بسرعة، محترفين توانسة وديسكاونت بعد ديسكاونت على عقد المدرب. أو صراحة المنطق أي مدرب بدون عمل سيقبل أكيد كأس عالم يخوض المغامرة والتجربة وأن يكون جزء من أي منتخب في كأس العالم، خاصة إذا كان هناك أمل أكيد في سيرته الذاتية بأنه يشارك في كأس العالم مهما كان المنتخب. لكن بالنسبة لمنتخب قطر يعني من الصعب جدا التغيير في الفترة الحالية، ربما بعد كأس العالم تتم مراجعة شاملة لما حدث في بعد مباراة كندا، وحتى في اللقاء اللي شاهدناه قبل قليل اللي هو قبل بداية مباراة البوسنة، لوبتيجي ظهر بمظهر المدافع عن نفسه، دائما يتحدث بنفس التصريح: نحن أتينا هنا لأن استحقينا الوصول إلى هنا، لم يعطنا أحد هدية. أول مرة نتأهل عن طريق التصفيات وكان يشدد على أهمية الإنجاز رغم أن المقاعد في آسيا أصبحت أكبر ولم نتأهل بشكل مباشر. فهو ظهر بوضعية المدافع أكثر من تحدثه عن نوعية المباراة وعن مستوى الفريق وعن يعني استراتيجيته لمباراة الغد. يعني كان أفهم من كلامك التلميح على أن مجرد الوصول لكأس العالم هو إنجاز، لا تطالبوني بأكثر من ذلك، لكن طموح في قطر أكبر من مجرد الوصول، لأن المنتخب لعب كأس العالم وخرج بشكل سيء عندما استضاف كأس العالم، وهناك من يرى عندما خرجت القرعة بين هذه المجموعة إلى حد ما تبدو في المتناول. هو أكيد، وأيضا هناك نقطة محمد، بأن هذا الجيل حقق بطولة كأس آسيا لمرتين، منتخبات كبيرة في آسيا لم تحقق بشكل متتالي، كوريا، اليابان، الكثير من المنتخبات، استراليا، ايران، منتخبات كبيرة غابت تقريبا 50 سنة مثل ايران وكوريا الجنوبية عن كأس آسيا. كوريا من الستينات صحيح لم تحقق بطولة كأس آسيا، فهي بطولة صعبة. لا، هذه لم يعطينا أحد هدية للوصول والحصول على بطولة كأس آسيا لمرتين متتاليتين، فما له داعي يطلع في كل مؤتمر صحفي وكل لقاء بأن نحن استحقينا الوصول. نعلم بأنك استحقيت الوصول يعني هناك تصفيات وهناك الكثير من الأمور. اظهر بشجاعة، تحمل مسؤولية المباراة إن شاء الله وحاول أن تخرج بنتيجة جيدة. لا بس حتى التأهل لكأس العالم هناك من يرى في الشارع الرياضي القطري بأن منتخب قطر كان عليه أن يتأهل بشكل مباشر لكأس العالم، ليس عن طريق البلاي أوف أو مباريات التصفيات التأهيلية. لكن هو لم يخوض التصفيات من البداية، لذلك ليست في لا أنا أقصد المنتخب نفسه. المنتخب كان عليه، المنتخب أوزبكستان لكن تغيير المدربين، إيران بشكل مباشر، تغيير المدربين بشكل مستمر أثر على المنتخب. لكن مع لوبتيجي تأهل في النهاية، لكن حتى الآن مستوى مخيب للأمانة. محمد، أنا ضد فكرة أنك تغير مدرب أثناء البطولة خصوصا كأس العالم. المفروض يكون قانون في الفيفا يعني تجزم أنه يكونش تغييرات، ما يكونش تغيير مدرب أثناء البطولة، تلعب مباراة واحدة وبعدين تغير المدرب. بس صار كثير تاريخيا صح؟ أول تونس كارلوس ألبرتو بيريرا، صار تونس مرتين صح ولا لا؟ ناصر الجوهر متى؟ منتخب السعودية كأس العالم مرتين 98 ومرة 98. لكن أنا لو كان التغيير، لو أنا حسب صار مرتين وأنت موجود، 98 موجود، هذه مرة أخباره بالنسبة لنا أنه التوقيع من أجل مباراتين، يعني من المفروض هو موجود معهم المدير الرياضي يعني منذر الكبير، كان الأولى أنه هو يكمل بالفريق أولى، لأن هو مدرب كان مدرب. أنت لو جبت ووقعت مع رينار مثلا ل 2030
بس يمكن كان في اتفاق غير معلن لا لا لا, لا يستمر هو واضح في المنصب. الآن واضح أنه مباراتين خلاص. ثم من ذلك سيفتح إذا كان هم ينوون معنا التعاقد. يعني أكيد أنه رينار الراتب عالي جدا، يعني من الصعب اليوم أن تونس تستطيع أن تستجيب لما يريد. الإشكال أن نتفق ليس مبدأ، لأن في بعض الأحيان في مدربين يكون في مشكل كبير فلا بد. لا ولكن شوف إلا لحظة، أنت تدخل كأس العالم ياك كل عام خلاص انت اخذت قرار انك عندك مدرب مع المنتخب صح؟ ما يمكنش تجي وسط البطوله ولا بعد مباراه مباراتين هو في الغالب لا، يعني لا يحدث كثير. انت الحين اوكي عندي رونار انت عطيته مباراتين بس هذا مشكل. هذا تسمح قانون والله ممنوع تغير في لا القرار خاص بكل اتحاد بكل منتخب. لا بس محمد هذا يسيء، اول حاجه يسيء لصوره المنتخب. مثلا تونس مباراه واحده يعني تمتحن المدرب، انت المدرب متعاقد معاه بعدما ان يعني تخليت عن مشيت سام تعطيه الفرصه خلاص. انت اخذت القرار انك اخذت القرار على اشياء، نعم اخذت القرار على اشياء، على المدرب، على شخصيه المدرب، على اسلوبه، على اشياء كثير. بس اتحاد اللاعبين احيانا، لكن في بعض الاحيان الاتحاد يقوم تعاقد مع مدرب ثم يصطدم ويكتشف اشياء يعني بعد ما يتعاقد معه. وهذا شوف هذا سبب خاصك قبل ما تتعاقد مع اي مدرب خاصك تكون عندك دراسه شامله له. هل سيتماشى؟ لا بس صار يوسف قبل كاس العالم مثل المنتخب السعودي مشى هارفي رونار في مباريات وديه قبل كاس العالم تقريبا ب3 أشهر. كم كاس العالم؟ ما تقدرش انا اثناء كاس العالم. بس هي نقطه صحيحه ان احيانا انا اوقع معك عندي نظره اكتشف الواقع مختلف. طبعا عدم تقبل اللاعبين مشاكل امور كثيره تكتشف الاشياء قبل بدايه البطوله المهمه اللي تجيبها. هي المفروض انك تسال تعرف هل يتماشى مع اسلوب لعبك، هل يتماشى مع امكانيات لاعبيك. هذا كل متفق فيه، وهذا دور المدير الرياضي ودور رئيس الاتحاد. انا عندي مثال ربما انتم تعرفونه اكثر مني في كاس افريقيا كوت ديفوار عندما قالت مدربها صحيح فازت بالبطوله في منتصف البطوله هذه تحدث بس مساعد، بس نقطه حاتم صح انه يعرف المجموعه، يعرف المجموعه مباشره وانتصر. وكانت المغرب سبب رئيسي بفوز الكوت ديفوار لانه فاز في مباراه كانت فازت في مباراه فتاهلت كاحسن افضل ثالث ثم انطلق المشروع. لكن لو كان مدرب يقود الفريق من سيء الى اسوء هل القرار صعب انك تقيله وسط البطوله؟ لا لكن مثلا في مباراه وديه خسر 5 بعد ذلك يخسر 5 تقيله قبل بدايه البطوله مش في اثناء البطوله. الاشكال يا يوسف الاشكال انه واضح انه الجو فيه معناه متسمم داخل في المنتخب التونسي. ثم اضافه انه اكيد انه المباراه الاولى وديه 5 ثم المباراه الاولى الرسميه 5 ثم حتى بعد اقالته جاء مدرب ثاني 4. الاشكال انا ضد المسكنات. هم قاموا يمكن بالتعاقد مع رينار من اجل اسكات الشارع الرياضي لانه في رده فعل سلبيه، لكن انا مع بس هي المشكله اعمق اكيد اعمق، لكن انا مع المشروع. هو لو كان امضى رينار 4 سنوات مثلا وفي عقد اهداف ثم من ذلك هذا للتعرف على المجموعه وان جاءت نتيجه جاءت وان لم تجي اوكي ليس في اشكال، لكن المصيبه انه هو من اجل مباراتين. صحيح هذا مشكل يعني. اما اولى يعني اترك المدرب المدير الرياضي المنذر الكبير يكمل المباراتين ومهما كان ماشي خطأ هو ماشي خطأ رونار. لا مش خطأ رونار، شو مدخل رونار؟ هو جاي يعمل سي في عنده بس ليس في حاجه للسي في. يسجل حضور كاس العالم. خذ ريسك ممكن ينجح. ما راح تلومه يوسف، لو كنت مكانه غالبا راح تقبل. بس هو اكتشف تعرف كنت مكان هارفي رونار. لا طبعا اقول لك مش خطأ رونار، قلت لك مش خطأ رونار، لا خطأ الاتحاد. لكن لو اصطدم بسوء المجموعه لانه في بعض الاحيان انت اليوم يكون لديك منتخب كبير ويفشل، قادر صحيح ولا منتخب كبير وامكانياته يفشل، فلما تغير وتاتي بمدرب يجد مجموعه جيده ولاعبين وقادر ان يقوم بالتغيير، هو يكتشف في بعض الامور التكتيكيه بعض اللاعبين كانوا على دكه احتياط، لكن نحن المستوى سيء مع المشاكل الداخليه داخل الفريق، خاصه اذا قارنا بمنتخبات اخرى مثل المنتخب المغربي والمنتخب المصري مثلا على مستوى النتائج وعلى مستوى العناصر فارق كبير. يوسف هو لابد واضح ان هذا نتيجه عمل اكيد، مع ان الكره المصريه مرت بظروف صعبه لكن اليوم عناصر ممتازه، والمرجع اليوم بالنسبه للكره العربيه
حاتم هو ما يحدث مع المنتخب المغربي. سأعطيك مثلا المغرب، لا نقارن المغرب جل لاعبين من معناها أوروبي واخذ. مصر مثلا، مصر ستجد 70% من اللاعبين من أهلي وبيراميدز والزمالك. صحيح. احنا من الأندية الكبيرة في تونس؟ تراجع المستوى الافريقي، النجم، صفاقسي. لاعب صفاقسي اصغر من الباقي بس بعد نادي كبير. لا نفس نادي كبير. لا نادي كبير. نادي كبير. نادي كبير يزعل لك الجماهير. انا لا ما نادي عنديش كبير، نادي مشكلة. كبير، بس نبغى نستفزك على الصبح شوي. لا ما عنديش مشكلة. لكن انا اتكلم في حقيقة، نتكلم في الترجي لعب واحد من الترجي، ظهير ايسر وحارس مرمى من نادي صفاقس. الافريقي المهاجم وحارس مرمى، النجم ولا لاعب. يعني الانديه الكبيره لم تخرج للمنتخب اسماء كبيره. يعني ارجع منتخب لفتره مغربي جايين لاعبين من افضل الانديه على مستوى العالم، واحنا افضل لاعب لدينا. حنبال في برلي نزل هبط. صح، هبط. علي العابدي يلعب في نيس، لعب على الصراع. الطالبي يلعب مع الفرق الثانيه، لعب مع كل فريق نلعب ضده، هو معاهم زايد يلعب معهم، بالرغم انه يلعب في لوريان يلعب معهم. يعني انت تتكلم على لاعبين هذا معناه في مستوى المفروض انه يعطيك اضافه، هو محمل على المنتخب. ففي اشكال، فلا بد ان يعالج. فلم انت تجيب رينار، المدرب كبير ويجد زي انا شوف، زي مثلا تتكلم انت هاملتون تعطيه سياره توك توك تدخل لازم تجري بالفورمولا 1. صح، فهمت؟ فلا ينفع هاملتون اقوى سائق ولا فيرستابن ولا هو تعطيه سياره في توك توك، مش سياره سيجي الاخير. يا اخي انت تعجبني لانه هو في صفاقس كان يسوق توك توك. لا مو بلاد يوسف، هذه لقطات من الجماهير المغربيه. جمهور المغرب في كاس العالم صراحه يعني نوع من الاحتفال، ويحق له ذلك لما قدمه المنتخب حتى الان من اداء ونتائج. الحمد لله محظوظين بهذا الجيل وبهذا الفريق ورايحين بسيارات انتم طبعا. رايحين سيارات مش توك توك يعني. الحمد لله. والجاليه دائما الجاليه موجوده كبيره هناك في امريكا. اظن نتائج، طبعا نتائج تخلي الانسان فخور بهذا الفريق واللي وصل، ومدرب مواطن طبعا. وكما قلت لك هي سياسه الدوله اولا، مش فقط سياسه الدوله. المفروض التغيير يكون سياسه الدوله ويكون عندك مشروع، يكون عندك كذلك تخطيط وصبر. هذه الاشياء اللي وصلنا لها الان راه من 14 سنه، يعني 2014 على المستوى الشخصي مثال. يمكن حاتم تحدث عن تقدير لاعبين سابقين، انت من لاعبين سابقين اصحاب مشوار ممتاز في بريمير ليج، في الدوري البرتغالي، لعبت تشامبيونز ليج. تم تقديرك عندما اتيت بمشروع رياضي يخدم كره قدم في المغرب، والان جزء من لاعبين لعبوا في اكاديميه شيك موجودين في انحاء العالم. وهذا هو المطلوب محمد دائما. التغيير يبدا من القاعده اول شيء، والاهتمام بالفئات السنيه في التكوين، البنيه التحتيه، ابناء اللعبه طبعا، اعرف ناس باللعبه طبعا. وهذا هو اللي خلى المشروع ينجح. لحسن حظنا عندنا رئيس ربما يعرف مكانته وعارف المشاكل اللي كانت موجوده من قبل، تم اصلاحها بشكل جيد مع قلت لك الاراده على اعلى دوله وعلى مستوى في الدوله. كذلك الملك كذلك اعطى موافقة بانطلاق هذا المشروع بتحسين و يعني اعطاء الكرة اهمية اكثر. وصلنا الى ختام هذه التغطيه، بقي ان نشكر محللي بين سبورتس كابتن يوسف، كابتن عبد العزيز، كابتن حمد. شكرا لكم، نلتقي على خير. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء على المتابعه. كل تحيه للمشاهدين خاصه جمهور نادي صفاقسي التونسي. نلتقي على خير باذن الله تعالى في امان.